السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال. أنا رحاب يحيى ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان بإذن الله قناتنا تكبر بيكم. وكالعادة وكل سنة وأنتم طيبين وعام دراسة سعيد بإذن الله علينا جميعا. حبيت النهاردة كده أشارك معاكم جزء من أول يوم دراسة. كل سنة وأنت طيبة يا جودي، كل سنة وأنت طيبة يا سجود. يا رب كده عقبال ما أشوفكم أكتر ما بتمنى. ربنا يا رب يكرمكم ويوفقكم ويهديكم يا رب ويصلح حالكم وتحققوا ان شاء الله كل اللي نفسكم فيه. النهارده طبعا يوم مميز وجميل. حبايب قلبي رايحين تانية ابتدائي. يا رب ان شاء الله كده يجعلوا عام سعيد يا رب علينا جميعا. طبعا حبيت اشارك الذكرى دي معاكم. اليوم ده زي ما انتم عارفين بيبقى يوم كانه كده زي ليله العيد بالنسبه لنا، حتى واحنا صغيرين زمان كنا نحس برضو الاحساس ده. والواحد كان بيتمنى بصراحه ان كان يبقى فيه زمان كاميرات وتصوير فيديو يسجل اللحظات دي يعني. بس طبعًا الذكريات بتاعتنا أكيد محفورة في عقلنا وقلبنا. يعني أنا لحد الآن متذكرة أول يوم حضانة بابا الله يرحمه ودّاني. والله وفاكرة أول خطوات وأنا رايحة الحضانة ووقف كده جاب لي اشترى لي حاجات واشترى لي بانكوك واوا وحوارات كده قُلت له أنا عايزاها وراح جابها لي. ربنا يا رب يرحمه رحمةً واسعة يا رب ويسكنه فسيح جناته. المهم فأنا فاكرة الحضانة بتاعتي لحد ما ودّاني ودخلني جوّه والمدرسين كده يعني قعدوا يبوسوا فيّا وما تخافيش وكده، وكانوا مدلعينّي بصراحة. وبابا الله يرحمه كان فرحان وهو مودّيني. كان معاه عجلة كده الله يرحمه، وبقينا ماشيين في البداية بيها يعني مشي، هو ماسك العجلة كده وماشي مشي كده على رجله وأنا كذلك. فأنا لحد الآن فاكرة ده. فطبعًا بقى تخيّلوا لو الحاجات دي بقى متوثّقة فيديو، كان هيبقى بقى إحساس فظيع يعني. فإحنا إن شاء الله بإذن الله على قد ما نقدر بقى نوثّق ذكريات حلوة لبناتنا بكرة وبعده إن شاء الله، مش لبناتنا بس يعني بناتنا وولادنا عشان أنا معايا بنتين، نوثّقهم يعني لعيالنا وبكرة وبعده إن شاء الله كده يتذكروها يعني ويشوفوها. أكيد هتبقى طابع حلو ليهم كده لمّا لمّا يشاهدوا الفيديوهات دي. ودلوقتي قررت إن أنا أبوّظ جُصّة جودي. كل سنة متعودة آجي أجُصّها تبوظ منّي ما أعرفش ليه، مع إني بامسك المقص هي ليها طبعًا قصّة معيّنة. والواحد بيشوف يعني شُفت كذا فيديو في اليوتيوب بس بييجي اللحظة اللي يجُص فيها ينسى. المهم بقى سميت بسم الله وقصيت الجُصة وزي ما أنتم شايفين جُصة جودي باظت. بس إن شاء الله أسبوع كده والّا حاجة هتتضبط وتبقى حلوة. هي المفروض تبقى الجُصة كده جاية على الحواجب بيبقى شكلها حلو. هتشوفوها دلوقتي عاملة إزاي. زي القمر برضه يا جودي ما شاء الله عليكِ. بُصّوا بقى الشعر ده مش بيهون عليه أرميه، قولوا لي لمّا بتقصوا شعر عيالكم بتودّوا الشعر ده فين؟ يلا يا بابا يلا يلا. فاطمة بقى صدق، فاطمة بس اديتهولي. هات بسرعة يلا يلا. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأجواء وقت الصبحية جميلة جدًا ومهدية للأعصاب. الواحد نادر لمّا بيستمتع بالأجواء دي بسبب بقى إنه بيكون نايم فترة الصبحية والنوم بتاعه متلخبط وكده. فيا رب كده وقت المدارس الواحد يخلّيها فرصة إنه يضبّط نومه إن شاء الله. بُصّوا بقى التسريحة بقى اللي بتحبها جودي، تحب ضفيرتين دايمًا تحب يعني تعملها ضفيرتين من ورا. فأنا حبيت إني أعملها التسريحة اللي نفسها فيها، وأساسًا برضه حلوة ولايقة على المدرسة. الضفاير عمومًا حلوة للمدرسة بتبقى لامة الشعر، غير الديل الحصان بقى بيهيش منهم وبيضايقهم في الحر كمان. فالضفيرة دايمًا بتبقى حلوة للمدارس. أنا عامةً باحب الضفاير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر، ربنا يا رب يبارك. جودي طبعًا شعرها طويل. وحابة برضه أرُد على إجابة سؤال بتتسألني دايمًا وجاوبت عليها قبل كده في فيديو برضه من الفيديوهات اللي باعملها. أنتِ بتهتمي بشعر جودي ومش بتهتمي بشعر ساجدة، عشان شعر ساجدة قصير وشعر جودي طويل. لا طبعًا الاهتمام واحد وكل حاجة واحد مع بعض، هم أصلًا توأم. بس بتبقى في كل واحد يعني بيبقى على حسب الجينات بيبقى طول الشعر. أنتم فاهمين؟ فجودي وسرور طبعًا توأم مش متماثل، فكل واحدة فيهم أكيد طبعًا
بيبقى في جينات معينه فيهم، يعني واحده شعرها طويل واحده شعرها قصير ملهاش صالح ابدا بالاهتمام. دي نوعيه شعر ودي نوعيه شعر، هما الاتنين ما شاء الله لا قوه الا بالله شعرهم جميل. انا بحب نوعيه شعر سجده جدا، ما شاء الله بتتعمل معايا كده حلزونه كانها معموله في كوافير، بتتشكل الخصل بتاعتها زي الكيرلي بسهوله، نوعيه شعرها كده. فانا يعني بحب النوعيه دي خالص من الشعر. جودي ما ينفعش ان شعرها يتعمل كيرلي، بس طبعا جودي فرحانه برضو جدا بشعرها بقى طويل، وتقول لي يا ماما انا زي رابنزل ومش عارفه ايه فبتبقى فرحانه ان شعرها طويل وكده. وسجدة كمان فرحانه جدا بشعرها وبتحبه. كل واحده فيهم بيبقى لها تسريحات معينه، بس اوقات بقى بتجيني تقول لي يا ماما انا شعري ليه مش طويل زي اختي، بسبب بقى اسئله الناس بره، انت ليه شعرك مش طويل زي اختك. فانا قلت لكم يا جماعه السؤال ده يعني دي حاجه كل يعني ربنا خلقها في الجينات، فكل واحد وليه جيناته وليه يعني شعره ربنا خلقه له. فبلاش نسأل الأطفال الأسئلة اللي زي دي، لأن هم ما يعرفوش إيه السبب إن في الطول ده ولا القصر ده. فكل حاجة ربنا خلقها هو اللي أحلم بيها، وكل حاجة ربنا خلقها حلوة، واللهم لك الحمد يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حبيت بقى ما اتاخرش عليكم بفيديو اول يوم دراسه، علشان الموبايل عندي فيه فيديوهات كتير، وعلى فكره انا الايام اللي فاتت برضو كنت مصور فيديوهات، بس حسيت ان انا ما ينفعش ان انا انزل الفيديوهات دي، فباذن الله هعوضها لكم الايام اللي جايه ان شاء الله. انا يعني حبيت انزل الفيديو ده النهارده عشان افضي مساحه في الموبايل، وهصور باذن الله فيديوهات جديده، ربنا بس كده ييسر الامور وهتشوفوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي بقى المساحه دي فضيتها ليه، والفيديوهات الجديده هتكون ايه وهتكون فين ان شاء الله. دعواتكم كده لينا بالتوفيق وتيسير الامور. واعذروني بقى هسيب لكم اغلب الفيديو بصوت الطبيعي، علشان ورايا شويه حاجات مشغوله فيها، فمضطره ان انا يعني اقوم اشوفها. فان شاء الله برضه هتعرفوا شويه الحاجات اللي انا مشغوله فيها دي، برضه هتعرفوها الفيديو اللي جاي باذن الله. فيا ريت بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعليق حلو منكم يشجعني اقدم محتوى افضل باذن الله. الحمد لله. اقول لك انا فرحانه في ايه؟ تعالي سجود. شعر من بس السجود لسه ما خلصتش. شايف الشمس؟ بص الشمس، اهي الشمس، اهي الشمس. ايه ده الشمس من الناحيه دي يا ماما، مش من الناحيه. اول يوم جنبي في مدرستي والليل بتجلد كراستي وبتكوي هدومي وقبل تقوم. وفرح راسي. يلا يلا بقى يا سجدة نسرح السجدة. ودلوقتي الدور على مين؟ على سجود. يلا يا سجودة تعالي يا جودي هبل شعر سجدة وارجع. بلينا شعري سجدة وايه يلا انطلاقة. أول يوم جنبي في مدرستي والليل بتجلد كراستي وبتكوي هدومي وقبل تقومي وفوح راستي. مش عارفة أمي حبيبتي يا لا ستي أمي يا نور بيتنا يا ست الكل بموت فيكي، ربنا يحميكي يخليكي يبارك فيكي. بليت بقى شعر سجدة. انا كنت طبعا غسلانه قبلها بيوم، فلازم لما اجي اسرحه اقبل شعرها تاني وادهنه، فبليتها فما كانش فيه فوطه فوق السطوح، فاتغرق طبعا القميص بتاعها، بس هينشف يعني الدنيا حر مش مشكله. سجدة بص بقى بص الحركه دي. لا 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 بابا مام قصدي بص مش كده عاملين شبه القرنين اللي هو كانوا عند الشارع ده عمو علي. لا ده كمان عاملين الاسود صح ولا غلط ولا الفافو شويه. يا ماما هتعملي لي تسريحه انا بكرهها كده، تيجي تزودني كده حطها شكرا يا سلمى. سبحان الله جودي شبه ماشة وشنطتها عليها ماشة. يا نور بيتنا يا ست الكل بموت فيكي، بوجودك تكمل فرحتنا.
لا 200,000 لايك. قولوا لهم كده يا ساجدة، تعالوا اطلبوا منهم، قولوا لهم يا طب جودي، انا عايزه اقول قولوا لهم يعني هات وصلوا لا الفيديو ده 1,000,000 لايك. 1,000,000 لايك مرة واحدة. 2,000,000 لايك. ثواني لا بصي 3 كده، امسكي يا ساجدة، امسكي. بصي 3,000,000 لايك. ثواني بصي كده. كوت كات كوت لحظة، كات. لحظة. فاضي كوت كات. فيها زيت زيتون يحمي الموت. احنا اول ناس سمعنا الاغنية دي. كوت كات. تعالي نغني انا وانت. يا ساجدة، كوت كات كوت كات. فاضي كوت. ساجدة ما تلعبيش في التوكة دي، عشان ايه؟ البلي اللي فيها ايه؟ ما يتكسرش. ما يوجعش، ماشي؟ ايوه كده كده هو ازاز. يا مامي يا جماعة، مين بيعملها؟ مين يلا بيعملها؟ يلا يلا. بصي يا ساجدة. الشمس ضاربة في عيني. طب بصي كده. الشمس بدل ما قلت الشمس. الشمس. شمس. قلت الشمس. عامل لك ضفيرة عادي خالص من ورا. هي بس بسرعة ماشي. ماما بس عارفة البسكوت اللي انت اديتهاني امبارح؟ كنت حاطاها في بقي وعمالة احلم ان انا في المدرسة وعمالة ارتم فيها انا وصاحبتي. يا سلام، تقرطمي فيها. طب تعالي كده قولي كده هنا. استني. بص انا حلمت حلم بالبسكوتة اللي ماما اديتها ان انا وصاحبتي في المدرسة بنقرطم فيها. بص كده. بص جودي خدت مني بسكوته قبل ما تنام، تمام؟ فراحت كلتها وراحت نامت، فحلمت بقى ان راحت المدرسه وهي وصاحبتها بيقرطموا فيها. يا ماما حرام عليك البسكوتة عملت لي ريق. ابص يمين وشمال فين المية؟ فين المية؟ ثواني مش عارفه الشعر سلكته كذا مره وما رضيش يتسلى. ايه فيه؟ كوت بصي يا ستي قدامك. بص شوفي ضفيرتي، شوفوا ضفيرتي بس، لكن ما تشوفوش ايه قصتي شكلها بيضحك. يلا غنوا لي اول يوم جنبي في مدرستي. أول يوم جنبي في مدرستي، يلا بتجلدي كراستي. اوعي تصدقي عشان خلاص اكتبها. نومي وفحرستي امي أمي نور بدنا يا ستي كل بموت فيكي. ربنا يحميكي يخليكي يبارك فيكي. ليه ما عرفتش. احنا جيلوا سجود النهارده رايحين سنه ثانية باذن الله. سنة كل سنه وانتم ابتدائي. طيبين وعام دراسي سعيد عليكم يا رب. بحبكم يا جماعة. مش عارفة هاتي جودي توك، هاتي توك يا جودي. توكا توك يا جودي بسرعه. بصوا قدامك يا سجدة. كله بيقول ريحته وحشة. يا جودي فين الحلقان؟ حد جاب حلقان هنا؟ لا يا سلام. ما دي انا اصلا. بص تسريح السجدة، بص من قدام. يلا كده روح هاتي بسرعة يا سجدة. جود انا من الاول انا. ثواني لحظة. وهي ما جايباش حلقة. استني. مش عارفة باين، استني اجيب الحلقان. تعالى كده. يلا هات ودنك. ثواني جدا هوريهم حلقة. هم جاي يلبسوا لك هوريهولها. كل واحدة دور. استنى كده سجل هوريك ودنك. استنى. وانتوا وريتوهم الحلقة؟ استنى هوريهولهم دلوقتي. لحظة. ماما نعم يا ماما. انا حاسة الخرمة دي فوق والخرمة دي تحت. بصي
حط الخرمه دي فوق يلا والخرمه استنى. دي تحت. يلا كده انا هصوركم. استنى بس عايزه اوريكم الحلق بتاعك يا سجد. بصوا طبعا الحلقان اللي بلبسها للبنات بتكون اكسسوار، مش بلبسهم ليا فتره حلقان دهب نهائي. زي ما انتم عارفين الايام دي طبعا مفيش امان وكده، فالافضل ان انتوا تلبسوا عيالكم اي حلقه اكسسوار، فبلاش الدهب. ربنا يحفظ اولادنا من كل شر يا رب. بصوا بقى دلوقتي الشنط اللي انا غسلاها، عايزه اقول لكم ان الشنط دي بتاعت البنات من ايام الحضانه وهي معاهم، وكانوا متضايقين ان هم رايحين بيها. انا كنت حابه ان انا اجيبها لهم من القاهره. سافرنا ال10 ايام اللي فاتت، وكنت ناوي ان انا اجيب لهم يعني الشنط وشويه حاجات كده يعني للمدرسه. فروحنا روحه سريعه وجينا برضو جاي سريعه من غير ما اجيب اي حاجه خالص. انا بصراحه بحب اجيب اغلب حاجتنا من هناك. المكان كده متوسع وبيبقى فيه اسعار حلوه وخامات حلوه، فبعرف ان انا اشتري بصراحه كويس، لاني بشتري برضو كميه حاجات ببقى يعني منتظره ان انا يعني منتظره روحت عشان اشتري. فهنا كنت بقول لها بصي يا جودي شنطتك ما شاء الله حلوه، ويعني بحاول ان انا ما اخليهمش متضايقين، لان هم من جواهم كان نفسهم بشنط جديده. بس طبعا تيجي بقى مهمتي هنا ومهمه اي ام، لما يكون طفلك نفسه في حاجه ومعاه حاجه بديل ليها الحاجه دي كويسه، لازم تفهميه ان الرضا، وان الحاجه اللي معاكي ربنا اداها لك في غيرك كتير مش لاقيها. لازم نزرع الحاجه دي من يعني من صغرنا، من صغرهم نزرعها فيهم، فاهمين؟ يوم ما انت بقى تزرعي في قلب طفلك وعقله الرضا من صغره، بكره وبعده يعرف يتأقلم في اي بيئة. لو ولد يعرف بكره وبعده يشيل بيته واولاده ويطلع راجل بجد. لو بنوتة تعرف تساند جوزها، تعيش معاه في اي ظروف، يحطوا ايدهم في ايد بعض ويعملوا مستقبلهم. لكن معلش في الكلمة في مجتمعنا بنشوف بنات كتير ما عارفاش تقوم بيت، ولاد ما عارفينش برضو يقوموا بيت ويصرفوا على أزواجهم، وحالات طلاق كتير بسبب إيه؟ بسبب برضو قلة تربيتنا لعيالنا، بسبب عدم تركيزنا في تربيتنا ليهم يعني. لازم نعودهم من صغرهم ان هم ما يبصوش لحاجه حد. تجيكي مثلا بنتك يا ماما انا صاحبتي جابت انا عايزه زيها، تروحي ماسكاها كده واخداها في مكان هادي وتتكلمي معاها. احنا ما ينفعش نبص لحاجه حد. زي ما احنا كريمنا بحاجات هي مش موجوده عنديها، هي برضو كريمه بحاجات احنا مش موجوده عندنا. مش لازم كل حاجه عند حد تبقى عندينا. احنا لما نرضى ربنا بيدينا، لكن لما نبص لحاجة الناس دي احنا كده بنتحول نبقى مثلا حاسدين نحسد حاجة غيرنا. فاحنا ليه يا ماما نبص؟ ربنا كريم وكريمنا وكريمهم، وما ينفعش نبص لحاجة غيرنا. ويوم يا ماما ما نجيب حاجة هنجيبها عشان خاطر احنا محتاجينها، مش عشان خاطر فلانة جابت او صاحبتك جابت. لا احنا محتاجين الحاجة دي هنجيبها، ووقت ما ظروفنا تسمح بده. لو ظروفنا ما سمحاش فاحنا نرضى ونقول الحمد لله عشان ربنا يدينا ويكرمنا ونجيبها. معلش بقى لو كنت تجلت عليكم في الكلام ورطيت كتير، فان شاء الله باذن الله يا جودي ويا سجود في اقرب فرصه هجيب لكم الشنط اللي نفسكم فيها. هم نفسهم في شنط بعجل، فان شاء الله في اقرب فرصه باذن الله هجيبها لكم. وهنجيب ان شاء الله يا جودي شنط جديده، مش عشان خاطر بقى شنطنا مش حلوه، لا شنطنا حلوه، بس هنجيب شنط جديده عشان بابا ما بيحبش ان هو يحرمكم من حاجه، وعلى قد ما يقدر بيحب يفرحكم. ففي اقرب فرصه ان شاء الله بابا هيجيب لكم احلى شنط. وبكره وبعده يفتكروا بقى الدلع بتاع ابوهم. اول ما يشوفوا الفيديو ده يفتكروا بقى دلع ابوهم وامهم ليهم ويدعوا لنا ان شاء الله دعوه حلوه. هنا بقى اول ما وصلنا مكشرين ومكلضمين، وطبعا زي ما قلت لكم نبهت عليهم ان ياخدوا التخته الاولى معاهم صاحبتهم بتاعت السنه اللي فاتت، وفي الاخر بقى ضايقوني بعد التنبيهات دي كلها. دخلتهم جوه والمس قالت اللي هنادي عليه يجي هنا. طبعا كل صف كل فصل يعني بتنادي عليه، نادت على اساميهم سجود محمود صابر وجودي محمود صابر. فهم طبعا عارفين ان ابوهم هم طبعا عارفين اساميهم، بس متعودين ان باباهم شهرته محمود النمر، فكأن ما حدش نادى عليهم. بقيت انا اشاور لهم عشان يطلعوا يلحقوا التخته الاولى، مفيش. المهم قعدوا بقى لحد ما طلعوا مع، بدل ما يطلعوا مع تانية تاني طلعوا مع تانية تالت. طلعت بقى وفي الاخر جوني قالوا لهم احنا قعدنا التخته الاولى والديسكات كانت مترتبه ترتيب مختلف، انا مش عارفه ازاي، بس جيت لي ان احنا كلنا قاعدين التخته الاولى، بس انا مش عارفه ازاي بقى الموضوع ده. دلوقتي بقى وديناهم، استودعتهم الله الذي لا تضيع ودائعه. ربنا يا رب يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله، ويبقوا حاجه كده كبيره في المجتمع نافعه باذن الله. هنا رحنا الدكان عند محمود او المحل الادوات المنزليه، فسمى بقى بسم الله وابتدى بقى يكنس المكان ويتوكل على الله.
زي ما انتم شايفين بقى عندنا برطمانات وعندنا كوبايات وحاجات حلوه كتير. اللي عايز يشتري بقى يجينا. هتقولوا لي ليه يا رحاب ما مسكتش المكنسه من جوزك وكنستي؟ هو لما بروح الدكان ويطلع بره ما بيحبنيش انا اطلع بره واكنس، لازم هو اللي يكنس، فكده يعني. ما كنتش نمت من امبارح وكنت خالص دماغي دي الاصيل. على فكره. مش بس انا بتكلم بلد بس عن محمود، نفسي كده يا لهوي يا لهوي يا محمود كنت وشطة. تعبانه كنت مطبق. محمود انا هاجي اشتغل عندك هنا. طبعا محمود بعد بقى على فطار كنت جايه له نفسي في الفول بالسمنه البلدي، وبعد بقى جاب لنا كانت احلى فطره الواحد ياكلها، لان طبعا تغيير حلو برضه. واللهم لك الحمد. بعد بقى ما فطرت والواحد غير جو فعلا وحس كده بيوم حلو كأن ليله العيد. كل سنه محمود وانتم بعد ما طيبين. فطرنا واكلنا هيطير ورايا وقال لي مش انا بروح. يلا يا باشا توكل على الله عشان تروح تنامي لك ساعتين. خد يلا اروح اكل الحمامات. اروح اكل ايه حمامات؟ طبعا روحت البيت ما كنتش اكلت الحمام، ما لحقتش. طلعت بقى اكله قبل ما انام ساعتين واريح، لان كنت طبعا مطبقه ما نمتش. فاول حاجه بقى هعملها هحبس القطه سوكه، علشان هوايتها اول ما طلع الحمام تحب تهجم عليه وتصطاد حمام. يعني مش بتصطاد فيران، بتصطاد حمام. فهشيله طبعا لحد ما اكل الحمام. انا عامه باكل الحمام في عشته، بس في الاول بيبقى طبعا جعان، فبحط له الغله بره ياكل لحد ما ادخل جوه، احط له الميه ويبتدي بعد كده يدخل هو جوه ياكل، يعني ياكل بقيه اكله ويشرب ميته. ودلوقتي بقى بعد ما اكلت حمامي ووديت بناتي للمدرسه، فنقعد بقى نعمل احلى فنجان قهوه. بصوا ده اول فنجان قهوه اعمله في حياتي هيكون معاكم. انا طبعا لا بشرب قهوه ولا بعمل قهوه، فجايبين السبرتايات دي نبيعها عندنا. وفي نفس الوقت انا بقى يعني بحب احساس شرب القهوه ده والسبرتايه. بشوف مقاطع فيديو بتعجبني خالص، خلت نفسي هفت كده ان انا قاعده في المكان الهادي كده فوق واجيب السبرتايه واعمل فنجان قهوه. هوريكم طبعا السبرتايه وهنعمل فنجان قهوه مع بعض. فاعذروني بقى اول مره اعمل فنجان قهوه، فما تقولوش على راي محمود لما شاف الفيديو بتاعي قال لي الحبيب انت عملت القهوه غلط، ده القهوه غلط ما ينفعش تغلي. قلت له يا محمود يعني انت شايفني كل يوم بعمل قهوه؟ ده انا اول مره في حياتي اعملها. فالمهم بقى السبرتايات دي جبناها معانا لما رحنا القاهره من 10 ايام، فبصراحه حلوه جدا. بصوا بقى ده الفتيل اللي بيتحط جوه العين دي. محمود برضو قال لي كده شفوي، قال لي تحط الفتيل ولفيه لف، فاتاري برضو حطيته غلط لما لقى جزء كده من السبرتايه فيه صماد. فقلت له بقى انت بقى عدلها. المهم بنحط الفتيل بالطريقه دي، وبعد كده باقي الفتيل بنسيبه طبعا جوه السبرتايه. وبنجيب هوريكم دلوقتي هنجيب ايه وهنشغل السبرتايه ازاي. هنجيب بقى جزازه كحول محمود جايبها من عند الموان، اسمه كحول احمر. تمام، هو ده اللي بنعمله ونحطه في السبرتايه، مش بيتحط لها طبعا جاز والكلام ده. بنفضي بقى علبه الكحول او السبرتو في العلبه الخاصه بالمكان اللي بيتحط فيها وكده. بتقعد محمود قال لي بتقعد فتره 15 20 يوم على حسب ايه، على حسب الاستخدام. فبنفضي الجزازه كلها جواها. وقال لي برضو محمود اي كحول يعني يتكب حوالينها امسحيه، امسحيه باي قماشه وكده. المهم العين بقى اللي فيها الفتيل دي، بقيه الفتيل بيدخل جوه العلبه بحيث ان هو يمتص الكحول وتشرب الفتله اللي هي طالعه دي
ويعني اول ما تولي الكبريتة تشتغل معاك الشعل على طول، فبتتلف كده زي الجلوز كده، يتلف معاكي لف. وده بقى الغطا اول ما تيجي تطفي العين فبتحطيه عليها وتطفيه بيها. السبرتاية شكلها حلو خالص وبتحسسك بشعور حلو خالص وانت بتعملي فنجان القهوة عليها. يلا بقى كده نعيش احلى اجواء ونعمل اول فنجان قهوة معاكم. اول فنجان قهوة اعمله في حياتي والله. بصوا هنا بقى محمود قال لي على الطريقة بتاعت القهوة، بس ما عملتهاش بالظبط يعني. قال لي كتر البن. انا حطيت معلقة سكر طبعا واحدة، لا معلقتين. دلوقتي شفت المونتاج، حطيت معلقتين سكر وهحط بقى معلقة بن كبيرة، بس الظاهر ان هو كان المفروض احط معلقتين بن كبار عشان هو قال لي كتر القهوة. فلما عملتها الاجواء كانت حلوة بس القهوة كانت عاملة زي المية. فمحمود لما بيعمل قهوة دوجهاني كذا مرة طعمها حلو، وقال لي حط عليها اهم حاجة مية ساقعة وتقلبيهم خالص لحد كده ايه ما يعملوا ريمة معاكي، وبعد كده تحطيهم على السبرتاية. فانا هقلبهم زي ما هو قال لحد ما يعمل ريمه معايا، بس مش ريمه يعني كتيره يعني، واحطهم برضه على السبرتايه. كنت خلاص بقى فصلت. وهنا بقى جت اللحظه الحلوه اللي انا على كده وانا بتفرج على الفيديو حاسه باحساس والله جميل. نشغل بقى الكبريته ونولع السبرتايه. الله، بص المنظر، بص الاجواء. جميله. هنحط بقى بقيه البابور او بقيه السبرتايه. شبه البابور ولا لا بتاع زمان؟ بس طبعا البابور بتاع زمان اكبر وليه رجول وبيتحط له جهاز. ان شاء الله هجيبه باذن الله البابور ده، هدور عليه وهجيبه. فنجان بقى القهوه الجميل الاثري ده ليه اكتر من 11 سنه. كان طقم قهوه هو وطقم كده كابتشينو، كانوا عاجبيني جدا وموجودين في جهازي. كنت حطاهم، كان معاهم استندات وحطاهم على الرخامه بتاعتي. طبعا رخامتي كانت صغيره ومطبخ صغير، فاضطريت ان انا اشيله من وقتها، ما طلعتهوش غير دلوقتي. فمفيش اغلى منكم اطلع معاه فنجان القهوه بتاعي بتاع جهازي. ودلوقتي بقى نطلع سوكة من البوكس بتاعها. كنت حابساها طبعا زي ما انتوا شفتوا عشان خاطر الحمام. يرحب القطة السودا دي. انت زي ما ربي يا قطة سودا، ده القطة السودا فيها جن وفيها عفريت. حرام عليكم يا جماعة، الحاجات دي خرافات طبعا. والقطة السودا مظلومة بسبب الحوارات دي، والقطة فيها عفريت. دي خلقة ربنا. الابيض والاسود ده خلقة ربنا تمام، والقطة حلوة ما فيهاش اي حاجة. عايزاكم بقى تشوفوا شوية الهوا الفظاع دول. وهنا حبيت اوريكم القطه سوكا، ولدت وجابت 4 قطط زي العسل ما شاء الله زي ما انتم شايفين. واعذروني ان انا طولت عليكم فيديو النهارده، كان طويل شويه، بس زي ما انتم عارفين بقى ليه طبعا ليه فتره ما نزلتش فيديو من بعد اخر فيديو، فعشان كده حبيت النهارده الفيديو يكون طويل شويه. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتعليق بقى حلو منكم يشجعني اقدم محتوى افضل. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين وعام دراسي سعيد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.